السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضراتكم وأهلا وسهلا بكم في جول كورة. معانا النهارده مباراة بوركينا فاسو ومصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. دي المباراة الثامنة لمنتخب مصر في المجموعة، باقي مباراتين. إن شاء الله هنتكلم بعد الفاصل على تشكيل منتخب مصر اللي كابتن حسام عمله الشوط الأول. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. كابتن حسام النهارده بدأ التشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، في اليمين محمد هاني وفي الشمال محمد حمدي وفي النص رامي ربيعة وخالد صبحي، قدامهم فرقة 6 مروان عطية، على يمينه أحمد عيد وعلى شماله أحمد كوكا، وقدامه في اليمين تريزيجيه وفي الشمال مرموش وفي النص صلاح. ده التشكيل اللي بدأ بيه كابتن حسام. الحقيقة أول ما نزل التشكيل ده احنا صرفنا تشكيل جدا. يعني إيه التشكيل دوت؟ وهل التشكيل ده هيبقى ليه فعالية هجومية؟ هل التشكيل ده هيقفل دفاعيا كويس؟ بصراحة التشكيل كان غريب بالنسبه لنا شويه، بس اول ما بدات المباراه وقبل اصابه مرموش فعلا حسينا لا، منتخب مصر نازل ضاغط على بوركينا فاسو، وجات الدقيقه 4 والدقيقه 5 واصابه مرموش، ومن هنا نقف شويتين مع اصابه مرموش. مع اصابه مرموش لقينا لا، في مرونه كامله في التشكيله اللي موجوده دي، لا نقدر. مرموش طلع، نزل اسامه فيصل، لقينا الشكل واضح لمنتخب مصر. الحقيقه منتخب مصر كان بيضغط، كابتن حسام اللي عمله بيضغط من بدايه المباراه على بوركينا فاسو، مش عايز يديهم منطقه النص خالص، عايز هو اللي يمتلك المباراه، عايز هو اللي يفرض شخصيته، عايز هما ما يبنوش من تحت خالص. عشان كده هو ضغط من اول المباراه على خط الدفاع، وبصراحه كان موضوع ميول صلاح واسامه فيصل ناحيه بناء الهجمه. لو الهجمه تتبني من ناحيه اليمين ناحيه بوركينا فاسو، صلاح بيميل مع اسامه فيصل اليمين شويه بيوصل لنص الملعب، تمام، واسامه بيضغط على الراجل اللي طلع بالكره من ناحيه اليمين، فبتلاقي لا، مش مدين مساحات خالص، وبالتالي الكره ما توصلش خط النص اللي هو يبتدي يبني الهجمه لبوركينا فاسو. وده خلت طريقه اللعب ان في كور طويله، وخلت معظم لعيبه بوركينا فاسو بتستلم وظهرها للملعب. بصراحه كان في ضغط كل حته في الملعب من لاعبتنا. التشكيل انا شايف التشكيل كان مناسب جدا. موضوع وجود احمد عيد ده من مده احنا ما شفناهوش، وكوكا برضه انه يبدا مباراه، مروان اللي كان غايب فتره ويبدا، لا الفريق واقف على رجله، الفريق بيضغط، الفريق بيستخلص، لا كان في شكل للفريق في الضغط الهجومي، لا بنضغط بشكل كويس، الفريق ما بيقدرش يطلع كوره، وامتلكنا نص الملعب. صراحه التشكيله برضو اللي كانت محطوطه دي خلت معظم اللعيبه اللي موجوده قريبه جدا من بعض. يعني ما بنشوف الجانب الدفاعي لا، اللعيبه قريبه، ما فيش مساحات لبوركينا فاسو. في الجانب الهجومي لا، اللعيبه قريبه جدا من بعض، فاقدر انقل الكره بشكل كويس. يعني ما كانش فيه خالص موضوع ان انا العب كور طويله، لا كانت معظم الكوره احنا بنطلع كوره من تحت. هاني بصراحه عمل مباراه كويسه جدا، عمل شوط كويس جدا، لا بنطلع من الكوره، بنطلع بكوره من تحت، نستلم الكوره من رجل لرجل، في شكل. مفيش فعاليه هجوميه موجوده خلال الشوط الاول غير تقريبا كوره شوط التريزيجيه وكره ثانيه، لا بس في شكل وفي وقوف صح في الملعب وفي حركه وفي ضغط. انا شايف الكابتن حسام بالتشكيله دي يعني قدر يقرب الخطوط جدا من بعضها، اللعيبه بتظهر بشكل كويس جدا، اللعيبه بتتحرك كتله واحده، 3 خطوط بيتحركوا مع بعض هجوميا، بيتحركوا مع بعض دفاعيا. حد يقول لي الكابتن حسام لعب بشكل دفاعي؟ لا، الكابتن حسام ما لعبش بشكل. كابتن حسام ما تنساش ان انت بتلعب بره ارضك، مفيش فار، الحكم بالنسبه لنا برده كان جديد شويتين. لا القصه كابتن حسام، لا كابتن حسام بدا المباراه، لا الفرقه واقفه على رجليها، الفرقه بتتحرك دفاعا وهجوما بشكل كويس جدا. قرب اللعيبه من بعض سهل المباراه علينا، وبالتالي صعب المباراه على بوركينا فاسو. وانا شايف الكابتن حسام بالتشكيل ده بطريقه اللعب اللي لعب بيها ده سرق بوركينا فاسو، يعني سرق الجمهور وسرق اللعيبه مش حاسه ان في لحظه المباراه لسه باديه، وفي لحظه الشوط الاول بيخلص واللعيبه ما عملتش حاجه. يعني مفيش هجمات تظهر غير كره ثابته بتترفع، كره فيها فاول، كره ثانيه لا بتتلعب بعيد، لا ما هاجموناش بشكل واضح، لا احنا واقفين برجلينا كويس، واقفين كويس في الملعب، بنقدر نتحرك بشكل كويس. لما بنقول يعني احنا بنهاجم، بنهاجم، احنا هننزل شويه صور كده لما تيجي تشوف تمركزات اللعيبه، لا تمركزات اللعيبه هجوميا لا احنا بنروح بعدد كبير جدا، دفاعيا بدافع بعدد كبير جدا، اللعيبه قريبه جدا من بعض سواء هجوميا او دفاعيا، مفيش فاعليه. طبعا هم برضو بيلعبوا ان مش عايزين يتغلبوا، عايزين ياخدوا 3 نقط والكلام ده، بس انت بصراحه في الشوط الاول كابتن حسام ما اداهمش فرصه خالص، كابتن حسام قفل على مفتاح اللعب بالكامل، كابتن حسام وصل اللي هو عايزه، لا انا بالظبط حطيت بوركينا فاسو في شكل انا كنت عايزه، انا نسيتهم وسرقت منهم الشوط الاول، مش سرقت ان هو اقوى مني، لا سرقت ان انا فرضت طريقه لعب. عشان كده تحس بطريقه اللعب ده والتشكيل ده كابتن حسام طلع بلاتي توريه وسعيد سمبوليه، الاثنين اللي كانوا بيلعبوا في وسط واللي بيبنوا الهجمات دايما لبوركينا فاسو، طلعهم بره اللعب تماما، ما شفناهمش خالص، وبالتالي ما كانش فيه اي بناء للهجمات لبوركينا فاسو، ما ظهرتش اي خطوره ليهم. انا شايف شوط من كابتن حسام شوط ممتاز، قرا الفريق كويس جدا، موضوع قرب اللعيبه جدا من بعضها جدا، لا سهل المباراه علينا، حته ان انا بنقل تحت وبطلع الكوره من تحت سواء ليا فعاليه هجوميه او ماليش، لا انا
انا متسيد الشوط الاول، متسيد الشوط الاول، وهو ده اللي انا عايزه. انا رايح العب على ارض خصم، مش عايز اخسر. هو ده اللي كابتن حسام عمله، وقدر يوصل بالنتيجه في الشوط الاول لتعادل. احنا كنا اقرب بكره تريزيجيه الشوطه دي ان احنا كنا نعمل حاجه، هم مش موجودين، ما كانش ليهم موجود خالص. فانا شايف شوط اداره ممتازه من كابتن حسام، اداء عالي جدا من اللعيبه، تنفيذ المهام المطلوبه، التمركز في الملعب يعني كان فوق الوصف. وشايف حته ميول صلاح واسامه فيصل ناحيه بناء الهجمات من تحت بالنسبه لبوركينا فاسو في الضغط عليهم، ده كان ليه عامل السحر. الى جانب طبعا الكلام ده ورا صلاح طول ثلاثي خط وسط، لا بيضموا مع صلاح بحيث ان هم ما يخلوش في نص ملعب بوركينا فاسو ان هم يطلعوا بالكوره. انا بشوف مروان عطيه بيوصل لغايه وسط 18 عشان ما يبنوش الهجمه. كوكا واحنا قاعدين نفس الناحيه بيضغطوا على الجنبين بشكل كبير. فشايف لا في شكل عالي جدا، وشايف اداء راهي جدا 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 من محمد هاني في الاول، واثق من نفسه، استلامه للكوره صح، معظم الكوره بتطلع من رجله كانت مظبوطه. رامي يعني ممتاز في الحته دي. خالد صبحي محتاج شويه مباريات كتيره. محمد حمدي يعني معقول، كان بيلعب عليه تراوري ولاعيب تقيل، بس معقول جدا. الشوط الاول ما كانش فيه حاجه. الشوط الاول انا شايف ممتاز من اداره ممتازه من كابتن حسام، وقدرنا نوصل الشوط الاول اللي احنا عايزينه. بعد ما شفنا الشوط الاول واللي ندي فيه كابتن حسام واللعيبه 9/10، قلنا الشوط الثاني هننزل لا برضه هتبقى نفس القصه، ضاغطين وماسكين الملعب بشكل كبير. في الحقيقه حصلت تفاوات، عدم ضغط اسامه فيصل ومحمد صلاح وسابو رئيس محمد صلاح على خط الدفاع في بناء الهجمات. ابتدى محمد صلاح واسامه فيصل يطلعوا بره، ابتدت بوركينا فاسو تسلسل الكوره من اليمين للشمال، خرجت الاثنين دول بره اللعبه. فبالتالي اللي بيطلع بتلاقي السرد باك او الباك اليمين او الباك الشمال طلع بالكوره وزايد بيقابل نص الملعب، ابتدى نص الملعب بتاعنا يرجع شويه لورا قدام خط الدفاع. لما رجع شويه لورا قدام خط الدفاع فضى نص الملعب بتاعتنا، ابتدت بوركينا فاسو تضغطنا في اخر ثلث دفاع بالنسبه لنا. الكلام ده حصل من بدايه الشوط الثاني لغايه الدقيقه 60. ضغط ما فيهوش فعاليه هجوميه غير كوره تراوري بيرفعها بالعرض راحت في اتجاه المرمى، مرت بجوار القائم الايمن للشمال. فالحقيقه هم مسكوا الكوره بس ما كانش فيه فعاليه هجوميه قوي. بس احنا حصل في هبوط في المستوى شويتين. هبوط في المستوى شويتين دول انا شايف بسبب قله الضغط على خط الدفاع اللي بيبني الهجمه من ورا. ابتدى بقى في شكل بوركينا فاسو في اول ربع ساعه من المباراه. كابتن حسام تدارك الموقف على طول، صحصح اللعيبه، صحصح مروان شويه وكوكا، لا نقف، لا نشد، لا احمد عيد دوس شويتين، ابتدت اللعيبه الثانيه تتمركز صح. لما تمركزنا صح ابتدينا برضه ناخد ثقه، ابتدينا ننقل الكوره، ابتدينا نعمل هجمات. مجمل الشوط ده الربع ساعه الاولانيه راحت منا، باقي المباراه هي كانت سجال، وسجال بدون فعاليه هجوميه في الحقيقه. يعني احنا هم ما جالهمش فرص، بس احنا جالنا فرص اكتر منهم. لما نيجي نتكلم كابتن حسام ما كانش بيهاجم وكان بيدافع عشان مش عايز يتغلب وعايز ياخد النقطه، لا 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 خالص. كابتن حسام كان بيهاجم وبيهاجم كده. بس الهجوم يا جماعه برضه الفرقه محتاجه 3 نقط. الهجوم بيبقى بحذر، بنوصل. والفرص اللي احنا وصلنا لها دول كنا المفروض نسجل منها. يعني جت فرصتين كويسين جدا لمصطفى محمد، كان ممكن نسجل منهم بشكل كبير، راحوا. يعني هنقول سوء تصرف من مصطفى محمد، بعيد شويه لسه عن المباريات، لا المباريات هتجيبه. بس الفرص اللي راحت منا احنا في الشوط الثاني اكتر من فرص راحت منا. عشان كده بقول لك لا، كابتن حسام بيلعب بطريقه هجوميه. الطريقه الهجوميه ليه؟ لما بتهاجم بتقلل الضغط الهجومي للفرقه الثانيه عليه، لما بتهاجم بتريح المدافعين بتوعك. شايف ضغطنا بس بسبب ان احنا اول ربع ساعه دي الدنيا راحت منا شويتين. كابتن حسام لحق الموقف، بس بعد كده المباراه ماشيه على وتيره، هنا وهنا مفيش خطوره. لا الخطوره بقت لينا احنا في الاخر، لا احنا كنا ممكن نهدف، وصلنا فعلا الهدف اللي احنا عايزينه. احنا لو مش هنوصل للنقطه 22 نتيجه مكسبنا لبوركينا فاسو، لا يبقى على الاقل نوصل للنقطه 20 بتعادلنا معاها. احنا عندنا الماتش الجاي، الماتش التاسع هنا في مصر ان شاء الله، هنلاعب جيبوتي، وان شاء الله ان شاء الله الماتش ده يكون لينا ونوصل بيه كاس العالم. انا شايف الشوط الثاني لا شوط اداره ممتازه برضه كابتن حسام، رغم ان اللعيبه تكاسلت شويتين، نسيت نفسها شويتين في اول ربع ساعه، بس سرعان ما مدير فني صحصح الدنيا ونزل عمل كام تغييره عادت الملعب شويتين. صراحه الاداء اداء لازم كابتن حسام. خطه لعب انا شايف ان هو اتفرج على بوركينا فاسو كويس جدا، نزل فعلا تشكيل مناسب، وهو ده اللي انا عايزه من المدرب. انا عايز المدرب كل مباراه ليها تشكيلها وليها طريقه لعبها، هو ده اللي عمله كابتن حسام. لما نيجي نقول لا احنا لا احنا بنهاجم، لا احنا لينا شك، لا احنا نازلين الفرقه الثانيه خايفه منا، انت في لحظه تسجل جون، وهو ده اللي احنا عايزينه في اي مباراه احنا نلعبها. فانا بقول يعني جود ماتش لكابتن حسام واللعيبه، اداء راقي فعلا، خدنا اللي احنا عايزينه من المباراه. احنا نسينا بوركينا فاسو عايزه ايه من المباراه، لا هي نازله عايزه تاخد 3 نقط، لا انت مش موجوده اساسا عشان تاخد 3 نقط. فلا شايف الاداء كان طيب جدا، شايف ان منتخب مصر فعلا يستحق التعادل، ان كان يستحق الفوز. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل، مباراه كويسه، مباراه عدل، وان شاء الله المباراه الجايه لا نشوف شكل تاني وتبقى احتفاليه كبيره جدا ان شاء الله عندنا هنا في استاد القاهره لما نيجي نلعب جيبوتي، وحلم الوصول، وان شاء الله نوصل كاس العالم ونحتفل كلنا مع بعض. ده كان تحليل مبسط عن
مباراة بوركينا فاسو ومصر، المباراة الثامنة في المجموعة واللي انتهت بالتعادل السلبي، خدنا نقطة وصلنا لنقطة 20 ولسه الفارق بيننا وبين بوركينا فاسو 5 نقاط. نحتاج الفوز عشان نوصل كأس العالم المباراة الجاية إن شاء الله. المباراتين القادمتين، المباراة التاسعة والعاشرة دي إن شاء الله تكون في شهر أكتوبر إن شاء الله. إن شاء الله نوصل بماتش جيبوتي ده ونحتفل كلنا مع بعض. تعبناكم ووجعنا دماغكم شويتين. شكرا جزيلا. وكان معاكم الحكم هشام حامد في فول كورة. السلام عليكم.